السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة كمان عايزين نضيفها في موضوع النوادي، وعايز أستشيركم فيها، تقولوا لي رأيكم بكل صراحة. دلوقتي رئيس النادي ومجلس الإدارة في كرة القدم أو في أي لعبة عامةً رياضية بي ما بياخدش أجر، بيقول لك ده عمل تطوعي، عمل تطوعي وطبعًا بيستف ورقه آخر الموسم، تيجي تبُص تلاقيه هو أصلًا يعني يا ريته كان بيقبض مرتب، هو لو بيقبض مرتب أحسن، أفضل. هو ومجلس الإدارة، بييجي آخر الموسم تلاقيه أصلًا يعني آخد ملايين، تمام؟ طيب ما تيجي نعمل حاجة تانية، اقتراح من ضمن الاقتراحات اللي هي بتاعة الدوري المصري علشان يبقى فعلًا دوري مضبوط وجماهيري وصح، ويجيب نسبة مشاهدة ويبقى دوري free، دوري حاجة تانية، هاخلّي لك الدوري ده إن شاء الله إنجليزي بإذن الله. نقترح اقتراح سوا، الناس ديّة لو خدت مرتب أفضل، رئيس النادي ومجلس الإدارة. وييجي فعلًا الناس تحاسبهم بالجنيه، أنت خدت كام، واتبقى كام، وصرفت كام، واللاعيبة ديّة لها كام فعلًا، وعليها كام، كل حاجة بالجنيه تتحاسب فيها. لكن هو بيقول لك عمل تطوعي، طبعًا هيقول لك الشباب والرياضة ما هو بيحاسبوا وبيروحوا وبيشوفوا الأوراق وكده، لأ هو بيروح بيبعت الاتحاد العقود ويقول لك أنا صرفت 10 قروش، ده أنا دينت النادي في كذا، ده أنا صارف من جيبي كذا، هو أنت أصلًا بقيت رئيس النادي ليه؟ عشان تصرف من جيبك؟ لأ. هو ماهوش عمل خاص، تمام. طيب علشان ييجي ناس تتحاسب، طبعًا هو بيروح يبعت للاتحاد والحاجات دي الورق باقول لك، طبعًا الاتحاد بيمشّي الليلة علشان فلان دوّة هييجي ينتخب فلان ويبقى رئيس الاتحاد الكورة، المنظومة كلّها من الأول في المشروع بتاعي لازمًا تتغيّر كامل، المنظومة بالكامل لازمًا تتغيّر، منظومة الفساد دي كاملة من أول الجدر لآخر الشجرة.